ازاي تبسط نفسك في أسوان بأقل مجهود؟ يلا بينا. أسوان من أحلى الأماكن اللي في مصر اللي ممكن تزورها في الشتاء. جمال النيل فيها مش طبيعي، ودرجة الحرارة تنسيك برد الشتاء، وحضارة النوبة وعاداتهم وأهلها الطيبين، وموجود فيها أجمل وأهم المعابد اللي في مصر. فأنا النهاردة هاخدكم في رحلة لأجمل 3 أيام قضيتهم في أسوان، هقسمهم لكذا فيديو، وده أول يوم. الرحلة بدأت من محطة مصر عشان نركب القطر اللي هيودينا أسوان، وهنا عندك خيارات كتير أفضلهم قطر النوم. سعر الفرد في الكابينة المزدوجة في قطر 1086 550 جنيه، ويستاهل السعر الصراحة لأن الطريق طويل فبتنام براحتك، وبينزل لك وجبتين وكمان في كافيتيريا وقعدة رايقة فما بتحسش بالطريق. وصلنا أسوان أخيرا ومتجهين لقرية غرب سهيل اللي هنقضي فيها 3 أيام بتوعنا. رحلتي كانت مع لايونز تريب شاملة الانتقالات والفطار والعشاء في بيت اسمه فضلوسة ناي، ومعناه يعني اتفضل عندنا. البيت موجود في قلب النوبة ويعتبر من أحلى البيوت النوبية من حيث الروح والطابع النوبي، وده كان الفيو بتاعي من الأوضة. هنبدأ يومنا بالفطار، وهو يعتبر فطار بسيط جدا، جبنة ومربى وفول وبيض وفلافل. مستوى الفطار كان متوسط بس مش مشكلة، أهم حاجة الأماكن اللي هنزورها. ركبنا التيكي تاكو دي المواصلة الرسمية في النوبة عشان نروح بيه أول مكان في رحلتنا، والنهاردة يوم خفيف جولتنا كلها تبقى في قرية غرب سهيل. أول مكان رحناه هويس أسوان القديم اللي كانت بتعدي منه المراكب والسفن المحملة بالبضائع عشان تروح لباقي أفريقيا، وبعد بناء خزان أسوان سنة 1902 ما بقاش شغال وانضم لوزارة الآثار. وده الجروب بتاعنا، كنا بنعدي الهويس عشان نروح للنقطة دي عشان نتصور في نص النيل. وجنب الهويس على طول مراعي نوبية ساحرة الأجواء فيها ولا أروع، وخدنا جولة بفلوكة في النيل في منطقة الشلال وحضرنا الغروب هناك. ومية النيل هناك نضيفة جدا لدرجة اللي احنا كنا بنشرب منها. خلصنا ورحنا ناخد جولة في القرية، وهناك رحنا بيت اسمه نيني كاتو عشان نشوف التماسيح فيه ونشرب الشاي معاهم. وكان معايا في الطلعه دي بركات ابن خالته، وكان مرعوب من التماسيح وما عرفش يتصور معاهم، والموضوع فعلا كان مرعب. ده مش تخين، ده بياكل اكتر من ده. اشمعنى؟ تعالى استنى صوروا فيديو يا كريم. استنى يلا كريم، يلا اعمل له كده بقى. طب ما تعمل الثانيه كده تاني. يا لهوي. استنى يلا. الاجواء في القريه كانت جامده جدا، وممكن تشتروا احلى توابل من هناك، بس لازم تفاصلوا معاهم الاول لان الناس هناك بتستهبل في الاسعار شويه. والاحسن ان انتوا تشتروا من سوق اسوان اللي موجود جنب المحطه. وكمان ممكن تشتروا لبس نوبي لزوم الحفله النوبيه اللي هتتعمل بالليل. وكريم منظم الرحله كان مروق علينا وبيوزع علينا سوداني. يا جماعه ده تيست يا جدعان. مين ثاني وراح فين يا اخي؟ تعال السوداني بالعسل والسمسم. كريم يا جماعة مروق علينا. قوي المناعه قبل الرحله. خلصنا وروحنا عشان نتعشى، والعشاء النهارده كان كباب حله ورز وبسله ومسقعه. والعشاء برضو كان متوسط، اللحمه ما عجبتنيش قوي، بس الصراحه باقي الايام الاكل كان تحفه. فاستنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، ونختم يومنا باجمد حفله واجواء نوبيه 100%. واستنوا فيديو لليوم التاني مليان مغامرات. وشكرا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.